أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا زي ما يعرف الجميع كان معسكر تقريبا 6 أيام في شنغهاي، ولله الحمد معسكر من أحسن ما يكون. كانت تمارين إعدادية وتجهيزات نفسية وبدنية ممتازة. أتمنى بإذن الله أنها تكون في صالح الفريق خلال البطولة بإذن الله. طبعا التحضيرات ولله الحمد من أفضل ما يكون. التركيز عالي عند اللاعبين، انسجام اللاعبين والأجواء داخل غرف الملابس أو داخل المعسكر في الملعب جدا جميلة وجدا رائعة، تبشر بالخير إن شاء الله خلال 3 أيام. نتمنى إن شاء الله أنه ما يكون في أي إصابات ويكون التركيز عالي قبل المباراة، وإن شاء الله نظفر بأول 3 نقاط في البطولة. التوقع صعب والحظوظ متساوية. طول ما أنك في الملعب وما بدأت المباراة فأتوقع أنت تلعب ضد أي منتخب سواء كان قوي أو ضعيف، بتكون الحظوظ متساوية 50% 50%. التوقعات صعبة في ظل وجود منتخبات قوية كمنتخب العراق، منتخب الأردن تعتبر من أقوى المنتخبات الأولمبية، ومنتخبنا كذلك منتخب قوي. أتمنى إن شاء الله أن نحظى بالتأهل للدور الثاني ومن ثم إن شاء الله الوصول للنهائي. والله أتمنى مؤازرة الجمهور السعودي، يعني يمكن بعيدين شوية لكن المؤازرة ما حتكون بالحضور، نقول المؤازرة بالدعوات، المؤازرة بالدعم الإعلامي من الإعلاميين من القنوات الإعلامية أو الصحف الرياضية أو المواقع الإلكترونية بشكل عام. أتمنى للجميع التوفيق، وأتمنى إن شاء الله أنه نظهر بالمستوى المأمول والمعروف عن المنتخب السعودي. الله يعافيك.